شرع ربنا حاجة اسمها مؤخر صداق، ولا في حاجة اسمها مهر 1 جنيه، ومفيش في شرع ربنا قايمة، ولا في حاجة اسمها إن الست تجهز مع الزوج. شرع ربنا بيقول مهر مقدم صداق على الترابيزة. انت يا بيه بتروح تتقدم للبنت اللي انت عايزها، اهلا يقول لك احنا عايزين مهر 200,000 150,000 100,000. ما معيش. طب انا اقدر على 50 على 70. وافقوا كان بها، ما وافقوش شكرا السلام عليكم. مفيش حاجة اسمها تمام انا عايزين منك اوضة اطفال واوضة نوم واوضة سفرة واوضة انتريه واوضة مش عارف ايه واوضة ايه. ومفيش حاجة اسمها انت هتجيبي غسالة وتجيبي تلاجة وتجيبي بوتاجاز وتجيبي تلفزيون. مفيش الكلام ده خالص. حضرتك بتجهز شقتك على حسب احتياجاتك وتروح والله يا جماعة انا مجهز شقتي. طب احنا عايزين وعايزين وعايزين، والله دي مقدرتي، انفع معاكو اهلا وسهلا، ما ينفعش السلام عليكم. لكن البنت تقول لك انت ما بتحبنيش، انت مش شاريني، انت مفيش الكلام ده يابا شكرا ما تخصكش. لا انا 1 2 3. تروح لهم مهر بنتكم كام؟ مهر بنتنا 10 قروش، والله انا مقدرتي 7. وافقوا اهلا وسهلا، ما وافقوش يا تكمل يا تاخد نفسك وتمشي. مفيش حاجة اسمها ان ابوها لازم يجيب سجاد وستاير واجهزة ومطبخ وكاسات وصيني وبايركس مفيش الكلام ده حبيبي، مفيش الكلام ده يابا، مفيش الكلام ده يا فندم، مفيش الكلام ده يا بيه. تيجي بقى تقول لي امال حق بنتي فين؟ حق بنتك ايه؟ حق بنتك يا بيه المهر. وانت سيادتك ما جهزتش مع العريس، كنت بتجهز ب 300 400 الف جنيه. خد المهر اللي انت خدته اللي انت عايزه من العريس على الفلوس اللي انت كنت هتدفعها. ما تقولش بقى خلاص الراجل هيجهز فانا مش هدفع. لا دول كانوا طالعين منك لبنتك كده كده وده حق بنتك. خدهم على بعض واشتري لها شقة للزمن. لو الراجل ده جه طلقها ورماها في الشارع زي ما انتوا بتقولوا، او انت جبت لها شقة وتاخد حقوقها النفقات بتاعتها بقى تمام. لكن تقول لي ايه احنا هنكتب مؤخر صداق 50,000 جنيه. ماشي حاضر، يعني ده مش مهر مؤجل؟ وعايزين دهب ب100,000 جنيه. ماشي، هو ده مش مهر؟ لا هدية. استقيموا يرحمكم الله، استقيموا يرحمكم الله. مفيش الكلام ده. المهر واضح وصريح، الدين واضح وصريح، مفيش قايمة، مفيش الكلام ده. السلام عليكم.